عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال واسمع عنكم كل حاجه كويسه. بصوا يا شباب، هحاول ان انا اجمع لكم الفرنساوي في فيديو مثلا، او لو جه فيديو تاني فمش مشكله يعني. اول حاجه ان شاء الله هنبدا بيها الاداء المحددات اللي هي تدريماير. تدريمينو اللي هي المحددات، تمام. تدريمينو ده اللي هي المحددات، يعني ايه؟ يعني ادوات او صفات بتسبق الاسم عشان احدد نوعه ان كان مذكر او مؤنث، تمام، والعدد بتاعه ان كان مفرد او جمع. كل ده من ايه؟ من الاداة اللي انا هشوفها قدام الاسم. طيب ايه الادوات النكرة؟ ايه ادوات ارتيكل ديفيني؟ ان دي في ني. ايه هي ادوات النكرة دي؟ قالك ادوات النكرة دول 3. ايه هما؟ الاه والان والدي. الاه دي كده مفرد مذكر، الان مفرد مؤنث، الدي الجمع ان كان مذكر او مؤنث. حلو جدا. يعني لما اقول مثلا لسي، انا عايزه اعرف هي مذكر ولا مؤنث او جمع بتاعها، او هي جمع ولا ايه الدنيا. هبص على الاداه بتاعتها الاقيها يبقى هي كده مفرد مذكر. لما اجي اقول مثلا تروس، هي اخرها جمع، فهتبقى ايه؟ دي. طبعا هي لو هي مفرد فهي بتكون مفرد مؤنث، لكن هي جمع هنا فتبقى دي. تمام تمام. قالك بس احنا عندنا كام حاجه كده. قالك ان احنا عندنا، قالك ان احنا الاداة اللي هي وان ودي اللي هم ادوات النكره اللي انا قلت لك عليهم، هما ممكن يتغيروا لده، تمام، وده ابوستروف. في كام حالة؟ المفروض ان هما في 3 حالات. امام الصفة الجامعة بتكون ايه؟ ما بحطش بقى دي، بحط دو او دو ابوستروف. يعني امام الصفة الجامعة احنا عارفين ان الصفة بتسبق الاسم، يعني الصفة بتكون بعدها اسم، تمام. في الموضوع ده انا بحطش ده اللي هي جامعة، لا، انا بحط يا اما دي يا اما دي. طيب انا هعطيك مثال عشان تفهم انا بقول ايه. لما اقول مثلا جي، تمام، دو جولي روب. طيب انا دلوقتي ان انا بتكلم على دي، طبعا دي نون، دي اسم، ودي فيرب، دي صفة، سوري، دي صفة، تمام. حلو. المفروض ان هي دي جامعة، فالمفروض احط دي بما انها هي نكرة. قالك لا، امام الصفة الجمع، مسحتها، امام الصفة الجمع ما بحطش دي، بحط دو. تمام كده، تمام. عندنا فعل اتر. اتر ديت انا ما بصرفهاش، يعني ما بحولش الاداة لان، لا، انا ما بحولش الاداة لا ولا ان ولا دي. فين؟ في فعل اتر. دول كده ما بحولهمش، بخلوهم ايه؟ يا اما دو يا اما دو ابستروف، تمام. وطبعا امام ظروف الكمية، ظروف الكمية دي اللي هو بوكو وبو،
دول كده لازقين فيهم على طول كده. في حالة حتى لو في حالة النكرة او اداة التحديد او اي حاجة انا ما بشتغلهمش، انا على طول ده وده ابوستروف، حتى لو جه بعدهم اسم جامعة انا ماليش دعوة. انا طالما عندي ظرف كمية اللي هو بكودو او بودو او سيدو او اي حاجة في الدنيا بتدل ان انا معايا ظرف الكمية، او مثلا اللي هو كوب من او اي حاجة بتدل على ظرف الكمية، يبقى انا كده ما بغيرهاش، ما بشيلش دول، يا اما دي يا اما دي على حسب الاسم اللي جاي معايا. ان كان مفرد، ان كان مش مفرد بقى او جمع، ان كان بادئ بحرف متحرك هحط دي، حرف ساكن هحط دي. لكن اي ظروف كميه، اي فعل فيه اتر والصفه الجمع، انا ما بحطش اداه نكره خالص، ولا بحط ولا ان ولا ده ولا اي حاجه. انا بحط يا اما دي يا اما دي، خلصت. تمام كده. تعال نشوف بقى ندخل على حاجه تانية. قالك عندنا ادوات المعرفه اللي هي لو ارتيكل ديفيني. قالك الادوات المعرفه ديت اداه معرفه، يعني انا بعرف الحاجه بالنسبه لي هي معروفه، بس انا بحط قدامها ايه؟ الاداه الارتيكل اللي هي لو، لا، الابوستروف، ليه، اللي هي الجمع. طيب يا شباب، قالك ان هي اللو، قالك ان هي اللو ديت كده اسم مفرد مذكر، واللا مفرد مؤنث، والال ابوستروف مفرد مذكر او مؤنث بس يكون بادئ بحرف متحرك، اللي هو اني او ارت، اي حاجه من دي. اللي هو الابوستروف اس، اللي هو بيكون اسم لو افك اس، اللي هو اسم جمع بنوعين. تمام كده. هعطيك بقى على كل حاجه مثال. لما اجي اقول لك مثلا لو سبورت، الرياضه، تمام. لا مير، البحر. لا امي، يمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو جو. دول كده الادوات المعرفه. بس اكيد زي ما خدنا كم حاجه على الاداه النكره، برضو انا هعطيك كم حاجه على اداه المعرفه. قالك جميع ايام الاسبوع تسبق باداه المعرفه لو. تمام كده. ايام الاسبوع، تمام. صلى على النبي. قالك جميع اسماء الالوان له برضو، اللي هو زي مثلا بلو، مارو، اورانج، اي حاجة. بس اي لو هو اسم لون بادئ بحرف متحرك انا احط الا ابوستروف. تمام كده. تمام. حلو جدا. قالك وفي حاجة تانية للتعبير عن الميول، تعبير عن الميول بستخدم ادوات المعرفة. الميول اللي هي ايمي، يمي، ادوري، عندنا بريفيري، تيتستي. قالك دول كده، تمام، بستخدم فيهم ادوات المعرفة. الكلمات دول كده، بصوا شباب، ادوات اللي هي اللي احنا نلعب بيها الكورة، يعني زي مثلا ايه، اليورد واليوجا والهوكي
والهاند بول دول كده بحط قدامهم اللو واللا وليس الا ابوستروف. هكتبهم لكم تمام وهاجي اهو، اللي هو لو هاند بول، لو هوكي، لو يوجا، يو ار، لا هو الهاند. دول كده قالك ان انا بحط قدامهم اداة معرفة من الرغم ان هما بادئين بحرف متحرك. تمام، قالك ان انا ما بحط لهمش الا ابوستروف ولكن بحط لهم لو ولا. تمام، زي لو هولندي هنا انا حطيت لها لا. تمام، ولو يوجا والحاجات دي كلها انا بحط لهم اللو والله وليس الا ابوستروف. تمام، قالك ان احنا برضو عندنا المهام المنزلية. المهام المنزلية اللي هو مثلا ايه، الغسيل والطبخ واللي بيجهز السرير والحاجات دي كلها. قالك ان هي اوريدي احنا بنحط على قدامها الفعل فير، فهو فير ده تمام بيكون قدامه بأداة تعريف. يعني المهام المنزلية اللي بيكون معاها فير تمام بحط قدامها ايه، أداة تعريف. أداة تعريف اللي هي لو والله وإلا أبوستروف. زي ما أقول مثلا ايه، جو في لو ليه. دول كده تمام في وجود الفيرب فير تمام بحط قدامهم اللو والله، ودول اعمال منزليه. تمام، والفيلا كوازين والفيلا فاسيفور والحاجات دي كلها. طيب قالك عندنا حاجه تالتة وهي ادوات التجزئه. ادوات التجزئه دي لازم حاجه معينه تكون معايا في الجمله عشان اقدر اقولك ان احنا نحط اداه تجزئه، ما احطش لا اداه نكره ولا اداه معرفه. تمام، لما اقول مثلا لما ايه، قالك ان اداه التجزئه ديت بتتحط قبل جميع الانشطه تمام والهوايات والمواد الدراسيه في وجود الفعل فير. عمك فير ده راجل كده هيكون معايا ومنورني في شويه حاجات كتار. انا خدته في ادوات المعرفه لما كان محطوط قدامه اللو والله والا ابوستروف بحطه قدامه لو معايا، لو هو جاي لي في الاعمال المنزليه، لو الغسيل والطبيخ والتنظيف والحاجات دي كلها بحط فير، بس اهم حاجه يكون معايا اداه معرفه. تمام، قالك ان هو فير برضو ده بيجي معايا لو جه معايا في ادوات التجزيء. تمام، بحط لو فير جه معايا في الانشطه او الهوايات او المواد الدراسيه او الحاجات دي كلها بحط له اداه تجزئه. يعني مش فاهم برضو، انا هعطيك مثال عشان الدنيا تفهم تمشي. يعني لما اقول جو في شوبينج، اسهلها عليك، شوبينج ده مفرد مذكر وبادئ بحرف ساكن، هحط دو. طيب ليه؟ لان هي هنا اللي هو حاجة نشاط عملتها تسوق. تمام، وانا هنا عملت فير اللي هو ده، فانا هنا هحط اداة تجزئة، وطبعا هي مذكر فاحط دو. تمام، عندنا ادوات التجزئة اللي هي دو ودو لا ودو الا ابوستروف ودي. دول كده لو جم في فعل فير تمام ومعايا انشطه او هوايات او مواد دراسيه. انا عدتها كتير جدا عشان هي حته مهمه. طبعا احنا مش يعني انت مش محتاج اقولك ان دي مفرد مذكر، دي مفرد مؤنث، دي مفرد مذكر او مؤنث بس يكون بادئ بحرف متحرك، ودول الجمع. تمام تمام. هقول لك برضو على كام حاجه في ادوات التجزئه، زي ما قلت لك على كام حاجه في الادوات المذكر الادوات التنكير وادوات المعرفه. صلى على النبي الاول. تعالى يا باشا اتكلم معاك في نقطتين او يقول 4 نقط. قالك ان احنا عندنا ادوات التجزئه ديت تمام عند الحديث عن حاله الطقس بستخدم اليا. تاني، ادوات التجزئه
عند الحديث عن حالة الطقس باستخدام التعبير اليوم. طيب ازاي؟ لما اقول مثلا aujourd'hui il y a du soleil، تمام، دو بلوي او دو اوروج او دي نياج، انا اتكلمت عن حالة الطقس في حالة اليا، يعني استخدمت اليا، تمام، يبقى انا في الحالة دي هجيب اداة تجزئة. تعال افهمك. لما اقول مثلا ده المفروض يتمسح كله aujourd'hui، تمام، il y a عملت ايه؟ انا بتكلم على الطو. الطو ده اللي هو الطقس، تمام. قالك ان انا مثلا لما اللي هو التعبير اللي هو الفو او لوطو، الطو او الفو او الحاجات دي كلها، ما باجي اتكلم على حالة الطقس اللي هو مثلا ايه، لو تو او الفو اللي هو الطقس. شباب هي النطق بتاعها صح الفو، مش عارفة الفي، تمام كده. كده التعبير عن الطقس. لكن انا دلوقتي الفكره اللي انا اتكلمت عنها ان انا كنت بتكلم معاك في حاجه اسمها ادوات التجزئه، فانا قلت لك ان انا ممكن اتكلم عن حاله الطقس باستخدام ادوات التجزئه، ان انا جبت الياء وحطيت اداه تجزئه. دي اللي انا كنت عاوزه اوصله لك. قال لك ان انا بحط ادوات التجزئه، ادوات التجزئه اللي هي دو لا، زي برضو ادوات المعرفه كده لما جيت انفي برضو. قال لك ان انا في ادوات التجزئه، تمام، لما باجي انفي الجمله، تمام، بحط الدو والدبل ستروف، يعني الدو والدولا والدو الابوستروف والدي، لما باجي انفيهم بحولهم لدو ودو ابوستروف، تمام كده، تمام. قالك امام الصفه الجمع، زي برضو ادوات المعرفه برضو قلنا نفس الكلام، امام الصفه الجمع بحط دو، امام الصفه الجمع او دو ابوستروف، تمام كده، تمام. لو سبقها ظرف الكميه زي ما قلنا بيكو وبو، دول كده ظروف كميه، بحط الدو او الدو ابوستروف. بصوا حبايبي، عندنا حاجه اسمها لو ارتيك كونتركتي، اللي هو كونتركتيه اللي هو ادوات المعرفه المدغمه، اللي هو يا اما بتكون كده او او افك اكس او دو او دي، دول كده عباره عن حاجتين مدغمين في بعض، اسمها ادوات مدغمه، ادوات معرفه مدغمه. طيب ديت دول كده عباره عن ايه او بيقولوا ايه؟ هقولك الاو عباره عن الاه واللو والاو، تمام، ودول اللي هو الدو دو لا دولو، ودي دو ولو افكس، تمام، تمام. يبقى دول اسمهم ادوات مدغمه، اللي هو ادوتين اداة، يعني دي واحده، دي واحده كده، ودي واحده، جمعتهم وحطيت لهم دول، تمام. يعني بدل ما اقول مثلا ايه دي كده وانا احط الاسم، لا، عملت ايه
عملتها كده. دي كده اسمها ادوات المدغمة. تمام كده. تمام. عندنا حاجة اسمها صفات الاشارة، دومونستراتيف. صفات الاشارة دي تمام اللي هي 4 حاجات برضو: سو، صا، سي، وسيت، والسي. كل حاجة عبارة عن حاجة، كل حاجة وليها حاجة. يعني سو دي كده مفرد مذكر بادئ بمتحرك. ست اسم مفرد مذكر، شباب اسفة، دي كده مفرد مذكر بادئ بحرف ساكن. سوري يا شباب. كده اسم مفرد مذكر ساكن. تمام. ديت اسم مفرد لا حول ولا قوة الا بالله. شباب تاني الجزئية دي وست والسي. دي طبعا كده اسم امام اسم جمع اشارة بنوعين ان كان مذكر او مؤنث. طيب نخش على فوق. ست ديت دبل تي، يبقى مفرد مؤنث بادئ بايه؟ اي مفرد مؤنث ان كان متحرك او يعني ان كان بادئ بحرف متحرك او بادئ بحرف ساكن. لكن دي اسم مفرد مذكر وبادئ بحرف متحرك، لكن دي مذكر وبادئ بحرف ساكن. تمام كده. تعال اقول لك على يعني ايه، اعطيك مثال. لما اقول مثلا ست ليفر، ست ايه مثلا في كده اسم مفرد مؤنث ايه، اسم اشارة يعني، اللي هي هذه فتاة. طيب وبرضو عندنا اللي هي سبورت والحاجات دي كلها. عندنا انتباه برضو، قالك ان احنا اسماء الاشارة مع الكلمات إليفي ونفو متسا بريبريميني حسب الصفة. يعني بحط الأداة على حسب الصفة اللي محطوطة ومش على حسب الاسم. تمام. تمام. عندنا حاجة اسمها adjective possessive اللي هي صفات الملكية. صفات الملكية دي المفروض اللي فيها عندنا مالك ومملوك. المالك اللي هو بيكون دايما الفاعل، اما المملوك المملوك. يعني لما اقول مثلا ايه ده بيتي، يعني انا يعني مثلا ايه اقول مثلا ايه ده، يعني مثلا لما اقول مثلا ايه جي مو مازو مثلا اللي هو دي بيتي، فانا عملت ايه اقول ان انا ده امتلك بيتي، فاهميني؟ فانا عملت ايه حطيت الاسم اللي انا فاعل اللي هو شجو واسم البيت اللي هو المملوك. تمام. لما اقول مثلا جي مو ستيلو، المو هنا ايه ادوات، اداة صفة ملكية للمملوك. تمام. قالك ان هو احنا عندنا الصفة مفرد مذكر ومفرد مؤنث ومملوك بالجمع. يعني احنا عندنا مملوك مفرد مذكر، مملوك مفرد مؤنث، مملوك جمع بنوعين. طبعا انا لما باجي اتكلم بقول جو وتشي وال وال. تمام. دول اللي هو صفات ملكية للمفرد. يعني لما اقول مثلا ايه جو تشي وال وال. حلو. جو مو
في المذكر، وهنا تو وصو، دول كده مفرد مذكر مملوء، مفرد مذكر. لما اقول مثلا استيلو، سيبنا انا احطها. تمام كده. تمام. اسم مفرد مؤنث للجو تي تبقى مي تي سي. تمام كده. دي اللي هي جو تي الوقل. تمام. عندنا اسم الجمع اللي هو مو تي سي. دول كده اللي هو ايه الاسم الجامع بقى. تمام. اللي هو لما يكون مثلا جامعين حاجات ملك، يعني مثلا نقول استيلو بالإضافة الاس عشان الجمع، والجم بحط الاس عشان الجمع معايا. تمام. قالك ان احنا عندنا صفة الملكية بتتبع الاسم اللي بيجي بعدها اللي هو المملوك من حيث العدد والنوع. تتبعه يعني لو هو مفرد مذكر بتيجي مفرد مذكر، لو هو مفرد مؤنث بيجي مفرد مؤنث، وهكذا. بس خلي بالك قالك ان احنا عندنا ان هو بيجي حسب المملوك اللي بعده على طول معايا. تمام. لما اقول مثلا جي مو ستيلو، تمام كده. المي والمو والتي والطو والسي والصو، قالك لو كان المفرد المؤنث بيبدأ بحرف متحرك او العطش، الصمتة بتحول الصفات الملكية المؤنثة. يعني لو كان اسم المفرد المؤنث بيبدأ، يعني معناه من الآخر يعني المو والطو والصو بيجوا قبل اسم مفرد مؤنث يبدأ بحرف متحرك بس. يبقى دول كده بيجوا قبل اسم المفرد المذكر وقبل اسم مفرد مؤنث بيبدأ بحرف متحرك. خلصنا. قالك ان احنا عندنا ممكن استخدم دو تمام في البروسيسيف. قالك الدو ديت في الفرنساوي في الأداة الصفات الملكية، في الصفة الملكية بتساوي اوف. تمام. يعني لما اقول مثلا ايه لو ليفر دو جون، طبعا هنا ملكية لكتاب جون بتساوي كتابه سو ليفر. دي الكلام اللي انا اقصده. لما اقول مثلا لا كلاسي دو جون بتساوي سا لاسي. دي اللي انا عايزه اقوله لك. وكذلك المفرد برضو، يعني لما اقول مثلا لو لسي دو منى، يبقى هتساوي ايه صو معايا. عشان هي مذكر فاستخدمت صو، وعشان هي مذكر استخدمت صو، وعشان هي ليه استخدمت سي. تمام كده. دي اللي هي بتتكلم عن صفات الملكية. ممكن استخدم برضو عشان اتكلم عن عشان اتكلم عن الملكية عامة، يعني ممكن استخدم اتر. تمام. اه زائد ضمير توكيد او اسم. تمام. يعني اتر اه زائد
moi, toi, lui, elle. تمام كده. تمام. وممكن اتر يجي بعدها اسم عاقل، يعني لا تروس ايه امونة، يعني اتر زائد اسم عاقل، يعني لا تروس ايه منى. اتر طبعا اتر في يعني ما باجي احطها في الجمله بصرفها ما تبقاش كده. منى فهو هنا ايه؟ اسم عاقل اللي هو منى.